تعال اقول لك على كورس مكملات عشان تمشي على دايت مظبوط. او استنى كده، اهم 5 مكملات للدايت بتاعك او شويه حاجات لازم تجيبهم من الصيدليه عشان انت نازل الجيم. يا جماعه كل ده مش حاجه اسمها كده خالص. انا احتياجي من الفيتامينز والمينرالز والبروتين او الكرياتين او ايا كان احتياجي من اي حاجه من الحاجات اللي بيروج لها دي، يقول لك اهم 5 مكملات. ده بيكون بناء على الدايت بلان اللي انت ماشي عليه، وبعد حسبه الدايت بلان بتشوف انت ناقصك ايه وبناء عليه بتكمله. فعشان كده والله اسمها مكملات. فانا بالنسبه لي كواي بروتين ممكن ما اكونش محتاجه. ليه اقول لك انت اهم حاجه عندك واي بروتين في الدايت بلان؟ مش محتاج اصلا واي بروتين لو انت مكمل احتياجك من البروتين. ليه اقول لك انت لازم تدخل مالتي فيتامين؟ على فكره انت لو مكمل احتياجك من الاكل ومدخل سعرات اكتر من احتياجك، خصوصا للناس اللي بتبلك، ممكن يكون اصلا مش محتاج مالتي فيتامين. من الاخر الدايت بلان بيتحسب الاول، وبعد كده بتشوف القيم بتاعه الفيتامينز والمينرالز، لو هي صح وسيف واتحسبت وداخله في الرنجات المظبوطه مش محتاج تجيب الحاجات دي اصلا. فكره كورس مكملات او 5 مكملات لازم تجيبهم وانت نازل الجيم والكلام ده كله ملوش اي لازمه. دي حاجه بيروج لها بس عشان يحقق مبيعات اكتر او عشان حاجه هوك اتراكتيف على السوشيال ميديا، لكن كل ده هبد. وللاسف انت مش محتاج كل الكلام ده. لازم يتعمل لك دايت بلان مخصص ليك وتمرين مخصص ليك، وبناء عليه تشوف احتياجك وبعد كده يتدخل لك في الدايت. فلو انت حابب دايت بلان مناسب لاحتياجاتك ابعت لي رساله بالتدريب اونلاين، انت تبقى انت اعظم اللي جاي. والتمرين مشروح بالصوت والصوره، مش GIF ولا فيديوهات من اليوتيوب. بس سلام.